اروح اعط عطه كده صغيره وشكلها استغفر الله بس كان يستنضف. قلبه بحر مالح، عجبك فيها ايه يا بت انت مراتي؟ بتكون مع اللعوب اللي مش بتقول كان بينا قصة حب كبيرة جدا، حوالي 8 سنين و3 خطوبة. حفي ورايا علشان ارتبط بيه، وسط القريب والغريب علشان بابا يوافق. كان بيطاردني في كل مكان بروحه، رسايل حب عمال على بطال. بطريقته دي خلاني احبه، خاصة ان كنت قافلة قلبي ومش مركزة غير في دراستي وشغلي وبس. علاقتي بالولاد تكاد تكون معدومة، معرفتش غيره وما حبيتش غيره ولسه بحبه رغم اللي عمله فيا. هو كمان كان بيحبني او مفهمني ان هو بيحبني. تصرفاته معايا تقول كده، خوفه عليا ما يتفسرش غير كده. تحكماته فيا كنت بحبها، وقفت جنبه كتير جدا واستحملت كتير جدا علشانه لحد ما اتجوزنا. وفجأة بعد اول سنة جواز اتحول جدا، ما بقاش هو، مش هو ده اللي انا حبيته. اهملني وما بقاش يبات في البيت بحجة ان الشغل والسفر كتير، لحد ما اكتشفت بقى المصيبة الكبيرة انه بيخوني. والصدمة مع واحدة مش من مستواه. بقيت أسأله وأسأل نفسي عجبك فيها ايه؟ القصة دي تخلينا نسأل كام سؤال مهم. ليه الراجل بيخون مراته؟ ليه أصلا لما يحب يتجوز بيتجوز البنت المؤدبة؟ ليه اللي علاقته بيها بتتطور لأفعال ما ينفعش تحصل ما بيتجوزهاش حتى لو بيحبها؟ هل من حقه ان هو ينوع في علاقاته مع الستات بالطريقة دي؟ إحساس الخيانة عنده بيكون ازاي؟ ولو مكان مراته هيعمل ايه؟ مسكت موبايله طول ما هو في البيت ما كانتش مريحاني. بينام جنبي واصحى الاقيه في الليفنج وقافل النور وبيتكلم بصوت واطي. في الاول ما حبيتش احرجه، اصل الساعه 3 الفجر هيكون بيكلم مين يعني؟ صحابه ومراتاته انا عارفاهم. مره عن مره سمعته بيقول لها وحشتين شويه وجايلك. كدبت نفسي وقلت يمكن امه، بس احنا كنا عندها من يومين وما كانش قاعد على بعضه ساعتها. وحتى امه كمان لاحظت وسالتني جوزك ماله؟ هو في حاجة حصلت بينكم؟ وانا اقول لها لا يا طنط مضغوط ربنا يكون في عونه. وقصدت اسمعه يمكن يحس على دمه. اصريت اتكلم معاه وافهم هو خدني ليه كسرني وقلل مني ومع مين؟ ست لعوب وشكلها استغفر الله. لما واجهته قلب الترابيزة عليا وجابها فيا، رغم ان ايدال وصوابع العشرة شمع ومخلياله البيت جنة. انا نفسي مضحية بحاجات كتير علشانه، علشان اتفرغ له. سبت شغلي علشانه وعلشان كمان البيت، لكن في الاخر بقيت انا السبب في خيانته ليا. لا مش انت السبب. الراجل بيكون حاسس ان في حاجه فايتاه، عايز يجرب كل ستايلات الستات. ربنا كرمه واتجوز المؤدبه بنت الاصول، ما فيهاش حاجه بقى لما يعط شويه وفي نفس الوقت يحب مراته وما يقدرش ان هو يستغنى عنها. امال انت فاكر ايه؟ قلبه بحر مالح وسمكه كتير جدا وهو صياد محترف. دايما الراجل حاسس انه معاه الحلوه لا فيه الاحلى، معاه النخشه لا فيه الانجش. امال هو بيخونها ليه؟ الراجل من دول عاوز يحس طول الوقت ان هو مرغوب فيه، طول الوقت عاوز الكل يكون معجب بيه. على ايه ما تعرفش؟ طيب ما هي مراتك بتمدح فيك ليل نهار وانت اصلع وحالك بالبلا. لا برضو مش حاسسها. تمام. اللي يستفز الستات بقى لما يتقال لهم ده حقنا كرجاله، شايفين نفسهم حاجه كبيره ومستكترين نفسهم عليهم. معرفش جايبين منين الكلام ده. الحقيقه في نوعيه من الرجاله النداله في دمها من صغرهم وهم عندهم طبع الخيانه بكل اشكالها بقى، مع صحابهم ومع اخواتهم، لحد ما توصل انه يبقى معاه اللي تصونه ومحافظه عليه، ويبص لنوعيه ستات تنصدم من ذوقه ازاي تدنى بالطريقه دي. وفي حاجه مضحكه جدا ان بعض الستات تسيب المشكله الاساسيه ومفيش مشكله ان هو يخون بس كان يستنضف. الغريب بقى يكون لسه متجوز او عريس جديد ويخون مراته، وزي ما يكون طالما متجوز ليس عليه حرج ومن حقه. اللي تقابله بقى ما بيدققش، المهم ان هو يشبع رغبته في الخيانه. طيب طالما هو طبع الخيانه فيه وربنا مش هديه، بيتجوز ليه من الاول ويلعب ببنات الناس؟ كنت تقضيها خيانات مع نفسك ولنفسك. اللي ينقط بقى انه من جواه شايف ان هو راجل محترم بيحب مراته ومحافظ على بيته. يا بت انت مراتي هخونك ازاي؟ دي بس لعبة كده صغيرة او نزوة وراحت لحالها. ما تكبريش الموضوع بقى وتعملي من الحبة قبة، انت اللي في القلب ومفيش غيرك. بس دي اجازة صغيرة كده من بعض، نفصل من بعض شوية، اروح اعط عطة كده صغيرة ونرجع نكمل حياتنا الزوجية الجميلة. المستفز بقى في الموضوع ان مراته الكمل دي هو اللي مختارها بكامل قواه العقلية، صمم عليها وحفي وراها علشان يتجوزها. ام ولاده لازم تكون بنت اصول. للاسف في بعض الرجاله اللي بتصر على موقفها من الخيانه، قليل جدا اللي بيعترف بغلطه، بس بقى بعد فوات الاوان، بعد ما تكون مراته انها قفلت منه وقرفت
من العيشة معاه. مفيش مبرر لخيانة الزوج والزوجة، في مشكلة بينهم بيدوروا سوا على حلول، بيستشيروا دكتور، يحاولوا يقفوا جنب بعض، مش كل واحد يفكر في نفسه بس، علشان لو الراجل مكان مراته وهي اللي خانته الدنيا هتقوم وهيتقال عليها كلام كتير. في الحالتين الخيانة مرفوضة. مش مبسوطين؟ انفصلوا، مش نهاية الدنيا يعني. ولا انتوا ايه رأيكم؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.